لا إكراه في الدين، والسيدة ليلى مراد دخلت الإسلام طوعا. بالظبط. وحتى لو كانت بقيت على يهوديتها هي مصرية. هي أسلمت تقريبا سنة 46 أو 47. بس هي كانت جدا بتحب مثلا السيدة نفيسة حتى ما كانت يهودية، وتحب جدا السيدة زينب، فكانت بتحب جدا ده، وكانت تحب تسمع جدا جدا القرآن. لأن أنا كان قرايبي كلهم أغلبهم من أصل إيطالي شوية، مراتات خلاني يعني. فبيتكلموا لغات كتيره جدا جدا، فرنساوي على ايطالي على انجليزي بتاع، بس بيطبخوا محشي وبيعملوا ملوخيه فدي حاجه كانت بالنسبه لي يعني فيها ابهار مبهره طبعا جدا 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 جدا. فده كان موجود في مصر، وللاسف طبعا في ناس بتستغل ده ضدها يعني. اسرتها ما حصلش فيها شقاق بسبب ده؟ لا يعني هي اسلمت هي وخالي منير. منير مراد.